السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنشرح الفيديو اللي قدامنا ده ان شاء الله مع بعض خطوة بخطوة. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك معنا في القناة عشان تشوف كل جديد. يلا بينا على الفيديو. تمام، الفيديو اللي قدامنا ده مكون من 4 مشاهد. ده المشهد الاول وده التاني وده التالت معانا وده الرابع. خلينا نبدأ نكون اول مشهد ده. هنضيف من البداية من اللاير هنا سوليد، نبدأ نخليه باللون الابيض هنا كده. هضيف على الخلفية دي من الافكتس هنا فيجن، وهنيجي هنضيف هنا شادو اوفرلاي. هنبدأ نكبرها شوية كده ونخلي دي ملتبلاي. ليه بخليها برضو ملتبلاي؟ عشان انا عامل على الخلفية هنا تأثير الفيجيت، خلينا يعني نغمقها من الاطراف شوية كده، فلازم اعمل ملتبلاي عشان الافكت يظهر معايا متغمق من الاطراف كده. عايز برضو اخليه مايل، يعني كان معانا في الفيديو هنا مايل للون الازرق شوية، فدي هنعملها ازاي؟ ممكن عادي تجيبها من الكيرفس، او من هنا انا كنت عامل الخلفية نفسها مش بلون ابيض، يعني ممكن تكرر الخلفية كده وتعمل دي فور color gradient وتخلي اللون ده ابيض من هنا، يعني ابيض. ومن اللون اللي احنا شايفينه قدامنا ده عايزين يعني لون وليكن ازرق فاتح بدرجة فاتحة من هنا كده. طبعا احنا هنيجي ناخد اللاير دي، لا اما تقلل الاوبستي بتاعها شوية كده، لا اما تعملها مثلا سوفت لايت. تمام، ممكن برضو تقلل الاوبستي، يعني تخليها وليكن 70. ممكن نيجي برضو على الشادو اوفرلاي نديله درجة يعني من الازرق شوية كده. هنيجي في النص كده هنضيف شكل مربع عادي خالص في النص كده. بعد كده هنيجي على الشكل ده، احنا عايزين نخلي الحواف راوند، فهنيجي من هنا كده ونزود الراوندنس شوية ونخلي ده باللون اللي كان في الفيديو هنا. ندوس على الشكل ناخد لون من هنا كده بس. بعد كده هنيجي احنا عايزين ننزل جوه الشيب ده تكون ساعة كده، فهنبدأ ننزل دي نصغر حجمها، وعاوز اضيف عليها تأثير تنت. وممكن من الكيرفس انا عايز ازود الساتوريشن بتاعها شوية او الكونتراست كمان، فهتيجي من الكيرفس كده. لو دي الهايلايت، يعني انت لو رفعت دي لفوق كده دي هايلايت، انت كده بتزود الهايلايت. ودي الشادوز، كده انت بتزود الشادوز تبعها، فما تحاولش تزودها كتير عشان ما تحرقش الصورة معاك يعني كده مثلا كويسة. ممكن نديلها درجة برضو من البلو شوية. ولو لاحظت هنا انا ضايف برضو يعني شادو شوية كده من اللي ورا شوية، ده عن طريق دروب شادو. في 2 شادو برضو خلينا نشرحهم دلوقتي. لا اما تضيف دروب شادو من هنا كده وتبدأ تخلي الديستنس بعيد شوية، والسوفتنس دي البلور تبع الشادو اللي انت ضفته كده. تمام، ده اول شادو معانا. لا اما هتكرر دي مرتين، خلينا نشيل الدروب شادو وتعمل فل كده. خلينا نخفي بس الدروب شادو من هنا وتلون اللي تحتها دي باللون الاسود، وبعد كده راديال فاست بلور. دي الانكور بوينت المتحكمة في الافكت، هنرفعها لفوق كده شوية وتزود الراديال من هنا شوية. في حاجة حصلت هنا وهي ايه؟ القطعة دي. ليه القطعة دي حصلت؟ لان اللاير اخرها كده اصلا، يعني اللاير دي المساحة اللي هي متواجدة فيها. طب حل الموضوع ده ايه؟ عن طريق اننا قبل ما نضيف كل ده اصلا تبدأ تشيل كل ده وتحول ده لبريكومبوز. بس انت كده لو ضفت فل مثلا باللون الاسود وبعد كده راديال فاست بلور كده تمام، كده تبقى معاك تمام زي ما احنا شايفين كده. وتبدأ مثلا تقلل الشادو ده، طبعا بيبقى شكله احسن بكتير من الدروب شادو يعني.
ممكن تقلل الاوبستي من 50 مثلا. انا شايفها في المشهد هنا شكلها كويس. بعد كده انا كنت ضايف في الخلفية برضو يعني ستروك تبع الخلفية كده، مثلا ستروك 10 والفيلم مش موجود زي ما احنا شايفين كده. ونبدأ نقلل مثلا الشكلين دول الاوبستي بتاعهم، نقللها شوية كده ل20 مثلا. هنبدأ دلوقتي برضو نضيف التكست اللي استخدمته في المشهد هنا مونت. تمام، ده التكست معانا قدامنا في المشهد. هنبدأ برضو نكرر قبل ما نحرك، نكرر الساعة دي، نخليها برضو في الحواف هنا كده ليكن كده. ممكن نعملها بروتيشن شوية ونكررها لتحت برضو. ممكن تعكس اتجاهها من ترانسفورم هنا في الهوريزونتال كده، انت عكست اتجاهها بس. ونخليها مثلا كده، ندوس على الاتنين فاست بوكس بلور ونبدأ نزود البلور شوية عليها مثلا 30. الحركة اللي انا عاوز اعملها هنا ان انا احول الرد دي كلها 3D وابدأ احركها بالكاميرا. عن طريق ايه؟ هنخلي بس المشهد الاول كله، انا دلوقتي كل ده المشهد الاول، فاعلمه مثلا كده بالاحمر بحيث ان انا ما توهش فيه يعني. واخلي برضو الرد دي كلها باللون ده مثلا، لان دول كده كده مش هيتغيروا طول المشهد يعني. وهبدأ اضيف من هنا لاير كاميرا، ومن لاير هنا نال اوبجكت. الكاميرا هربطها بالنال اوبجكت بالبيرنت من هنا كده، هربطها بالنال اوبجكت. والنال اوبجكت دي برضه هحولها 3D، لان اي حاجه بترتبط بالنال اوبجكت لازم تتحول 3D. طالما في كاميرا هنا نزلت لازم احول النال اوبجكت 3D. وكل اللايرز اللي تحتها دي اللي انا عاوزهم يتحركوا مع الكاميرا يتحولوا برضه 3D عشان يبداوا يتعاملوا مع الكاميرا عادي. لو ما حصلش هنا مثلا دول اللي انا شلت من عليهم 3D من هنا، هاجي احرك كل ده بيتحرك ما عدا ايه؟ ما عدا اللي انا شلت من عليه علامة 3D. فابدا افعلها هنا وابدا قبل ما احرك اللي دي ضلمت كده لانها يعني التحمت مع الشكل شوية، ودول برضو التحموا مع الشكل شوية. فابدا اظبطها عن طريق ان انا هجيب من الفيو هنا خليها فور فيو من الشكل هنا كده. هبدأ احدد اللاير مثلا الساعة اللي هي اللي في نص المشهد، هجيبها كده واقدمها سنة بس، يعني اقدمها سنة بحيث اللي هي ايه تكون مقدمة على الشكل اللي وراها ده. واجي من الاشكال اللي هي ورا الشكل الرئيسي اللي في المشهد ابدا ارجعه شويه كده الاستروك كده، وابدا الاستروك اللي ورا برضه ارجعه شويه بس كده. يعتبر المشهد جاهز للتحريك. هنرجع تاني للواحد فيو من هنا وابدا ان انا اجيب من نول اوبجكت. هنبدا نحرك دلوقتي. هو المشهد بيتحرك لحد هنا بالظبط، ده المشهد الاول، وبعد كده بيبدا المشهد التاني بعده. فهنعملها ازاي؟ هنجيب من النول اوبجكت بوزيشن كده وابدا ان انا احركه لحد الفريم ده كده، وهنبدا نكبر دي كده. نخلي الاتنين دول ايز ب9، او عن طريق عادي انك تدوس كليك يمين كي فريم اسيستنت من هنا، وبعد كده ايز من الجراف اديتور. هتبدا اللي انت تجيب الاتنين دول كده، تحود دي شمال خالص وتجيب دي تخليها كده بحيث المشهد يبدا سريع جدا، بعد كده يبطأ براحته. يعني المشهد يعني اهم حاجه ما تثبتش مثلا الفريم يكون هنا كده، انت هتثبت حركه المشهد كله. لا، خلي المشهد دايما اكن في زوم ان داخل عليه كده، يعني بيديله شكل احسن بكتير. يعني اللي انا عاوز اعمله هنا اول حاجه اضيف على كل ده بلور. بعد كده هاجي على الساعه دي. اللي انا عاوز اعمله برضو ان انا اول حاجه اربط الشادو اللي تحت الساعه دي بالساعه نفسها. ده الشادو معانا، هبدا اربطه بالساعه. بعد كده هجيب الشكل نفسه ده اللي هو اللي معانا تحت اللاير دي، وعايز اعمله الفا مات على الساعه. ليه؟ لان عاوز ادخل الساعه كانها داخله جوه الشكل كده. فاكررها واحطها فوق الساعه واخلي الساعه الفا مات على الشكل، واعمل بوزيشن على الساعه كده.
اول لما المشهد يدخل انا عاوز الساعة تكون بره الشكل اللي معانا. بس في غلطة انا عملتها في كل اللي حصل ده. ايه هي الغلطة؟ ان انا لازم الاول كنت اعمل بريكومبوز لده والشكل معاه قبل ما اعمل حتة الالفا مات دي. ازاي؟ اول حاجة انا هشيل التكرار اللي انا عملته ده، تمام. بعد كده هاجي على كل الاشكال دي اللي هي اللي معانا، اللي هي من اول الشكل اللي تحت الساعة ده ومع الشادو ومع الساعة، واعمل لهم التلاتة بريكومبوز. طب دلوقتي انا اثرت عليه ليه؟ لان دخلتهم في بريكومبوز فخلاص اللاير دي ما عادش 3 دي. عادي جدا هتيجي عند الكي فريم الاخير اللي اتحرك عنده النول اوبجكت وتبدا تحول ل 3 دي. بس هي كده اتحركت مع المشهد التاني عادي. هتبدا تدخل جوه ده ونجيب ده من هنا. انا عايز بقى اعمل لده، اشيل بس 3 دي كل ده، كل السرير اللي هنا ده، واعمل لده بقى الفا مات. هكرر الشكل ده احطه فوق الساعة، وبعد كده الساعة من هنا خلاها الفا مات على الشكل. بس اللي حصل دلوقتي ان لو نزلت الساعة كده كأنها داخلة من جوه الشكل. هنعملها ازاي؟ هنيجي مثلا هو بدأ يدخل من هنا بوزيشن، ونثبت دي عند الثانية ونحرك الساعة كده ايز، ونبدأ نحركها كده. هنجيب برضو الشكل ده انا عاوزه يبقى على الشادو، بحيث لو الشادو خرج بره الشكل ما يبقاش شكله غريب كده، فنخليها برضو على الشادو. ممكن تعمل حاجة احسن كمان، انك بدل يعني ما الحركة تدخل كده والساعة تثبت، لا انت ممكن تعمل ان احنا نحرك الكي فريم دي كده يمين كده. انا حركتها لحد ما المشهد اصلا هيخلص، الساعة دي هتفضل تطلع. ممكن حتى نجيبها من الفريم الاول. هبدأ ان انا احرك الستروك والتكست دلوقتي. بالنسبة للستروك احنا نضيف عليه بس من اد تريم بس، ومن اد اند قصدي هنخليها 0، ونخلي الفريم عندي هنا 100 مثلا ويزي. بعد كده برضو من هنا نفس الكلام. هنيجي عند التكست ونعمل من انيميت من هنا اوباسيتي، ونخلي الاوباسيتي دي 0. انا عايز احرك التكست دي ازاي؟ انا عايز احركها عادي، يعني مش عايز اضيف في سكيل ولا بوزيشن. برضو انا عايز احركها عادي الكلام الاصلي، يعني عادي احركه يعني من رينج سيلكتور. عايز اخلي الاوفست -100 عادي خالص، ومن ادفانسد رامب اب عايز دي تتحرك من هنا مثلا لحد هنا وليكن ويزيد. هبدا انسخ. ما تنسخش الكي فريمات، انسخ الانيميتور. دي بتنسخ الافكت كله. بتاخد الانيميتور من هنا، هنيجي على اللي بعدها وبس. كده يعتبر اول مشهد خلص معانا. ايه اللي فاضل دلوقتي وانت بتخرج من المشهد؟ انا عملت هنا انتقال شيك، مش انتقال مثلا بوزيشن او كده، لا هو انتقال شيك. عن طريق الانتقال ده فيه ايه؟ فيه اهتزاز. حاول مثلا وانت بتشوف دايما المشاهد سواء درس او بتعمل تغذية بصرية مثلا، حاول تشوف الانتقال او اي حركة حصل فيها ايه مثلا بالعين كده. يعني ده حصل فيه، ده حصل فيه اهتزاز مع اضاءة عالية، يعني اكسبوجر مثلا او برايتنس عالي، وممكن بلور كمان. ده بيتعمل ازاي؟ حاول تسهل الدنيا على نفسك، يعني بدل ما تقعد تضيف على كل لاير وكده، لا هي من null object، من قصدي من لاير، من نيو adjustment layer. adjustment layer دي اللي برضه للي ما يعرفش هي عبارة عن لاير شفافة، يعني بتأثر على اي لاير حرفيا تحتها. اي لاير تحت الادجستمنت لاير بيتأثر بالافكت اللي هيتضاف عليه. خلينا نضيف عليها 3 افكتات: ترانسفورم، وسلايدر كنترول، واكسبوجر، وخلينا نضيف كمان كاميرا لينس بلور، او خليها دايركشنال بلور مثلا. هنبدأ اللي احنا عاوزين المشهد هنا يقطع، يعني خلاص ده كله كنترول شيفت دي كده. انا مش عايز اشوف المشهد بعد الفريم. تمام. اول حاجه احنا ليه ضفنا ترانسفورم؟ عشان عايز اضيف الشيك. الشيك بيتعمل عن طريق الترانسفورم والسلايدر كنترول.
او برضو من موشن تايل. هنبدا نضيف من ترانسفورم من هنا، ما تقلقش اي اكسبريشن بينضاف هنا او كده. انا كده كده بحط الملف ده جاهز في اول لينك في التعليقات، فتقدر ان انت تفتح الملف وتشتغل عليه يعني. او لو مش عندك الاصدار ده، انا كده كده برضو بحط الملفات سواء اكسبريشن او صور برضو في الجوجل درايف يعني. فان شاء الله تقدر تحمل كل المصادر دي تطبق عادي مع نفسك يعني. فهنبدا نحط الاكسبريشن اللي قدامنا ده بيعمل ايه؟ ده عشان الاهتزاز بس لما احط نسب للسلايدر كنترول. هبدا اضيف السلايدر من هنا، اخليها، انا هرجع دي شويه بس، خليها هنا 0، وبعد كده هنا 80. ملاحظين لما انا زودتها خلت اللاير تطلع بره الباك جراوند من هنا. فباجي عند السكيل ده كده، ببدأ ان انا اخليه 0 من البداية، واخليه عند 80 دي 110. وباجي عند خلاص المساحة اللي هي هتختفي فيها، انا عايز برضو المشهد اللي بعده ياخد تأثير من الادجستمنت لاير دي، فبزوده شوية كده لحد المشهد اللي بعده، وبخلي دي 100 عادي، وبخلي دي 0، وكل ده يزيد. باجي عند الاكسبوجر، يعني حاول برضو ايه اللي انت ما تزودوش قوي. يعني مثلا لو واحد زيادة برضو، زيادة قوي كمان، فممكن نخليه وليكن كده، وهنا 0. وهتيجي ناحية البلور دايركشنال برضو هنا 0، كنترول سي في البداية 0. بعد كده هنا ممكن نخليه بالنسبة لده ممكن 15. يعني انا عايز الاهتزاز دي اول لما تيجي المشهد يختفي، فهي جت بدري شوية، فانا عايز كده. بعد كده خلينا نبدأ في المشهد اللي بعده. المشهد اللي بعده معانا قطعة الشطرنج دي. طبعا انت هتلاقيها مساحتها كبيرة يعني، زي ما احنا شايفين انا عامل لها اب سكيل عشان الجودة. فنبدأ نصغرها كده. طبعا نبدأ نحط الانكر بوينت عندها، بحيث اللي احنا نصغر ونكبر براحتنا بدل ما نقعد نجيبها يمين وشمال. وهبدأ اعمل لها روتيشن شوية كده، ليكون كده مثلا، وخليها كده. عايز اضيف على دي تنت، وعايز اضيف عليها كيرفس. البلو عاوز ازوده شوية، والساتوريشن كان اعملها بالشكل ده. انا عايز برضو ايه اللي اعمله هنا، انا عايز اضيف، خلينا بس ننزل دي تحت الادجستمنت لير عشان تاخد تأثيرها. انا عايز اضيف على ده اضاءة كده، اضاءة مثلا تبقى جاية كأن في مصدر ضوئي من هنا، فعايز اضاءة على الاطراف تبع القطعة دي من هنا كده. فهتبدأ تعمل كنترول دي، شيل بقى الافكتات دي من على اللي انا قررتها، وهبدأ اضيف لايت سويب. لايت سويب ده عبارة عن اضاءة، يعني لو انت مثلا بتعمل لمعة على منتج او كده، لايت سويب ده مناسب جدا. هنبدأ نخلي انا مش عايزه يجي مايل كده، انا عايزه على الاطراف بس. فهتبدأ تخلي دي 0، وهتبدأ من الويتس من هنا تكبرها. ليه؟ انا عايزه يجي على مساحة كبيرة، انا عايزه يجي على الجزء الشمال ده كله. وبرضو من الايدج سيكنس برضو هتبدأ تعلي شوية كده. تمام. نضيف على ده كله الديب جلو. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ان الديب جلو هيعمل اضاءة على القطعة كلها. طب ليه عمل على القطعة كلها؟ لان انا لازم اجي من هنا على اللايت ريسبشن، من هنا لازم تخلي دي كات اوت. كات اوت دي بتيجي بس حرفيا على الحتة اللي انت حطيت فيها الافكت، اللي هو انا حطيته على الطرف من هنا كده. بس انا برضو مش عاجبني شكل الافكت، فهاجي من دي اخلي الافكت من هنا اد. جميل جدا، بس حاسه فاقع شوية، انا حاسه محتاج يهدى شوية. هزود الاول الويتس وليكن
شوية كده. ولو انت يعني لو حسيته فاهم معاك كده، قلل الايدج دي، قلل دي مثلا، خليها من 70 ل90 مثلا لو حسيته فاهم معاك قوي. برضو هنيجي على اللي انا ضفتهم هنا، اللي هم الشبات اللي كانوا ورا المشهد. ممكن عادي برضو تضيفهم هنا، تخليهم ورا الشكل كده. ونضيف التكست برضو في المشهد هنا. زي ما انتم شايفين ده التكست معانا هنا. هنبدأ نحرك التكست بوزيشن عادي. انا عايزه مثلا يجي هنا ويكون اتحرك عادي، يعني ده كده، وده برضو، وده كلهم عادي يعني لنفس المساحة عادي يعني. وهتبدأ تخلي ده يزيز، والأربعة برضو بالشكل ده. ونخلي كل ده تضيف عليهم موشن بلور كده برضو اللي معاه، وتقدم كل واحد على التاني يعني شوية كده، بحيث يكون مش كله داخل مع بعض يعني. هتجيب دي كده تعملها بيرنت على الأصلية اللي احنا عايزين نحركها معاها أصلا من بوزيشن. هتجيب دي هنا كده، وهنبدأ نرفع اللي معانا دي يعني لفوق شوية. يعني كنت أعملها لفوق كده. طب ايه اللي فاضل دلوقتي في المشهد اللي قدامنا ده؟ انا هنا جيت، ده خلاص تمام، ده البوزيشن وده البوزيشن عادي تمام، والستروك اللي تحته. ازاي ده فجأة ظهر كده؟ ازاي ده فجأة بقى عامل كده؟ حصل اهتزازة كده فجأة وده بدل ما كان يمين اتعكس الموضع. عن طريق ان احنا هنجيب نفس الادجستمنت اللي انا عملتها في الانتقال هنا، هنجيبها تاني هنا، بس هنصغر حجمها شوية. ازاي؟ هنجيب ده كده نخليه قريب قوي. خلينا نقص دي كده. اول لما الاهتزازة دي تحصل، انا عاوز اقص كل المشهد اللي معايا ده هنا كده، كنترول شيفت دي، وارفعه فوق دول كده. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هشيل اي كي فريم موجود في دول. ده التكست تمام. وهاجي برضو ده، برضو قطعة الشطرنج هرفعها برضو هنا كده، وبرضو اشيل اي يعني اي كي فريم محطوط فيها برضو تشيله. وهنيجي على الاتنين دول، طبعا دي مربوطة ايه بدي، واجيب دي كده، واخلي دي لان دي مربوطة بيها، اخلي دي كنترول، قصدي كليك يمين على الماوس كده من ترانسفورم فليب هوريزونتال. كده انا عكست الاضاءة، يعني كده انا عكست الاضاءة كده من هنا. واجيب التكست اللي معايا ده كله انزله كده لتحت هنا بالشكل ده. طبعا انا عاوز اجيب كل ده من اللاين. تبدأ بقى ايه كده، اول ما يحصل معانا الاهتزاز ده هينقل على طول يعني فليب هوريزونتال كله للموضع التاني يعني. بس بعد كده برضه هكرر نفس الادجستمنت لاير دي عشان نعمل المشهد التالت. وهجيبها ايه قبل ما المشهد ينتهي بشوية، وهبدأ اقص كل المشهد برضه اللي معانا كده. بعد كده المشهد التالت عبارة برضه عن شكل، ده حبل تمام، وده ستروك عادي جدا زي المشهد الأول. ده في شبه كبير من المشهد الأول، ما عدا الحبل البلور والشخص ده برضه. هتيجي من هنا، هنبدأ نضيف أول حاجة الشيب عادي اللي في النص عادي جدا. ممكن ناخد اللون من أول مشهد. بعد كده نبدأ ننزل شيب عايزه كده مثلا، ونخليه في السنتر، ونبدأ نعمل له برضه راوندنس. عايز الشخص يبقى يعني ما يطلعش بره الشكل، برضه هنعمل نفس الخطوة بتاع الالفا مات، عن طريق اللي احنا هنصغر الشخص كده مثلا، كبر شوية بحيث يعني الشخص يكون ايه خارج بره الشكل شوية كده.
وليكن كده. هحط على الشخص ده تنت، وهبدأ اللي انا برضو اكرره واعمل عليه فيل باللون الاسود. بس قبل ده برضو زي ما احنا قلنا خلينا نعمله بريكومبوز افضل من فيل باللون الاسود، وبعد كده راديال فاست بلور. خليه كده ونبدأ يعني نخلي بالشكل ده، ونقلل الاوبستي تبعه شوية. طبعا كل ده هيتحل يعني الدروب شادو اللي حاصل ده هنعمله برضه هتفهمك جوه الشكل يعني. فخلينا نجمع كل ده في لير واحدة. تمام. بعد كده خلينا ننزلها تحت الادجستمنت لير برضه. تمام. خلينا نضيف الحبل كمان، عايزه يبقى كده، وعلى الطرف مثلا تنت برضه، وممكن نضيف عليه ليفلز. لو عايز تجرب ليفلز عادي برضو، ليفلز كويسة جدا. يعني نزود كونتراست، نقلل شادو. بالنسبة للبلو نزوده شوية، ومش عايز ازوده اوي يعني. ممكن برضو تضيف عادي من الكونتراست والبرايتنس، ممكن تعلي نسبة الكونتراست شوية من هنا. فاست بوكس بلور، ونعلي البلور يبقى بالشكل ده مثلا 6. هتكرر ده وبرضه نخليه تحت كده. بعد كده عادي جدا تبدأ تضيف التكست اللي انت عاوز تضيفه، وليكن اي تكست. هلا نكرر دول يعني مش لازم نغيرهم حاليا، اي تكست يعني. تمام. هاجي على الليرات دي كلها، طبعا المشهد التالت برضو هنحول كل ده ل 3D، وهبدأ اضيف من هنا لير نيو كاميرا. برضو خلينا نحكي حاجة عن الكاميرا. برضو الكاميرا من هنا انا دلوقتي لو انا ما قصيتش الحتة دي، يعني لو انا ما عملتش دي كده، اي حاجة هتضيفها من هنا عن الاوبجكت تمام هتأثر حتى في اول مشهد. ليه؟ لان الكاميرا دلوقتي جايه على اول مشهد من هنا، فبرضو اللي انت هتضيفه هنا هيأثر على اول مشهد برضو. فحاول دايما وانت شغال المشهد اللي انت شغال عليه بالكاميرا تقصها كده تخليها عليه، حتى لما تيجي تراجع المشاهد كلها هتلاقي بص الرصة كل حاجة ليها مشهد، كل حاجة ليها مشهد. فهتبدأ لو في تعديل او حاجة تبدأ الامور تمشي معاك يعني بسلاسة، مش انك تتوه في اللايرز والكلام ده. فالاول انا عاوز اضيف بوزيشن عن طريق ان انا اقدمه شوية، وهبدأ ارفع في البوزيشن كده ايزيز. نسرع الحركة في البداية. Hard work and perseverance. تمام. ممكن اضيف بلور تبع اللايرز كلها اللي تحت. اللي انا عايز بقى دلوقتي اعمله ايه، ان انا مش عايز حاجة زي دي تحصل. الدمج اللي دلوقتي ده زي ما احنا قلنا عن طريق ان انا هجيب من فيو هنا وهقدم دي بس شوية كده بس. بعد كده تيجي وهات فيو تاني، وانا عاوزه برضو اول لما المشهد ده يطلع كده عاوز الشخص ده يطلع من جوه الشكل كده. الاول هنربط الشادو بيه كده، وهجيب الشكل ده واعمل ده الفا مات عليه. بس في حاجة دلوقتي ايه هي، ان انا دلوقتي لما جيت الشكل الشخص ده اتقص كده خلاص بقى كأنه جوه الشكل. انا عايز يعني راسه حتى تطلع بره الشكل، كان شكلها افضل من كده بكتير، مش عايز القصة دي. طب اعمل ده ازاي؟ هتيجي على الشكل من هنا عادي خالص، تنزل انكر بوينت دي لتحت، ندوس اس، تفك اللوك، تكبر دي بس. زي ما قلنا الالفا مات دي عبارة عن محيط، يعني ماليش دعوة بالشكل ولا اي حاجة. انا دلوقتي عاوز ده يظهر فين؟ ان شاء الله لو عاوز يظهر هنا مثلا
او عاوز ده يختفي، خلاص هنزل الشكل ده كده بس خفيته. فدلوقتي انا عامل الشكل ده عشان هو الشخص ده يظهر فين بالظبط بس. فانا اجيب بوزيشن كده، اطلعه بره كده، وهبدأ ان انا انزل الشخص من هنا بس. لكن بالنسبة للشادو انا عايز الشادو يخليه جوه الشيب بس. ايزي. وكده يبقى وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وتشترك معنا في القناة عشان تشوف كل جديد وجديد. ولو شايف اني ما قدرتش اقدم مثلا معلومة معينة ما فهمتهاش معايا او كده، تقدر تكتب لي عادي في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله لو ما قدرتش اوصلها لك حتى بالتعليق ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هبقى يعني ارد عليك باذن الله اكيد يعني. فبس ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير.